بصوا بقى الفيديو دوت اتطلب مني كتير جدا، يا اسراء اعملي لنا فيديو روتينات والكلام دوت. فانا حبيت النهارده اعمل لكم فيديو. هو روتين بسيط جدا جدا جدا، الاهم منه ان هو روتين. خلينا نستعيد نشاطنا بقى، خلينا نرجع كده لايه، لايامنا اللي كنا عايشينها كده. بصوا الناس هتستغرب، انت حاطه خرطوم ليه؟ دي غساله ومش عارف. لا انا عندي عشان الغساله عارفين ممكن تملى في تقريبا ساعه، ممكن تملى في نص ساعة كده المية على ما ايه ما بتوصل لها. فالخرطوم بالنسبة لي عشان حنفية ارضي فبيوصل ايه المية طبعا بتبقى اشد من اللي هي الحنفية بتاعة الغسالة. فعشان كده بحط الخرطوم تملى، طبعا متابعاها عشان لو نسيتها بتبهدل الدنيا، وده حصل معايا كذا مرة. خلونا كده الفيديو ما ياخدناش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا ومباركا يا رب العالمين، اللهم امين. انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك للفيديو لو ولو اول مره تشوفوني وتشرفوني، شرفني طبعا تشتركوا في القناة وتنضموا ليا ولأحلى اخوات معايا في الدنيا. وطبعا لو لسه جديدة اكتبي لي في التعليقات علشان خاطر اعرف ان انتي لسه جديدة معانا. خلينا بقى كده ندعي لجميع موتايا وجميع موتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم امن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم امين. حبيت بقى ابدا بعد ما فطرت الكلام دوت، لان انا ما اقدرش اشرب قهوه على الريق ابدا، بتتعبني. فاي حد بيشرب قهوه نصيحه، اوعوا تشربوها على الريق، بتعمل هبوط. طبعا الناس اللي متعوده خلاص ده تعود، لكن انا عودت نفسي بصراحه ان انا لازم اشربها بعد الفطار، افطر وبعدين ابدا ان انا ايه اشرب القهوه، بس لازم تكون بعد الفطار على طول يعني. بس بقى فانا حبيت انا بصراحه يعني ماليش خلق للنار الهاديه، يعني ممكن احطها بس لما بحطها على النار هاديه بنسى. فانا ماليش خلق، عارفين اللي هو ننجز. فبحطها على نار هاديه، بس كل شويه بشيلها واخبط فيها شويه وارجع احطها تاني. حبيت بقى اعملها زي بتاعه الفخار، فكنت عملتها مرة ظبطت معايا الصراحة، بس حسيتها ان هي زي القهوة الفايرة، اللي هي كأني القهوة فارت وفي الشهر راح، فبدأت ان هي ايه خلاص بقت قهوة من غير وش. وانا اصلا القهوة بالنسبة لي وش، واللي هي اللي في الاخر دي بقى دول اللي بيعدلوا مزاجي في القهوة بصراحة يعني. كان طبعا جبت التموين الفيديو ده على كذا جزء، فدوت مش يوم واحد، لا ده كان كذا جزء وكده، فدخلتهم في بعض. وكان المفروض ان هو ينزل كان هلاقيه طويل زي ما عملت في الاستفتاء او التصويت على المنتدى. فبصراحة ما حبيتش ان انا ابقى يعني تقيلة وكده، فخليت ضغطته او سرعته تسريع كتير علشان خاطر ما طولش، وبرضه خليته 8 دقايق. قلت لا خليني اسرعه واجريه كتير علشان خاطر ما يبقاش ما تقلش عليكم، يعني كفاية رغي عليكم. بس فكان يوم بسيط. حبيت ان انا عايزه استعيد نشاطي، عايزه استعيد طاقتي، عايزه استعيد كده حياتي اللي كانت فيها نشاط، وكنت بصحى بدري وبنام بدري. فالموضوع ده لسه مأثر شويه، بس يعني هنحاول هنرجع مستمرين. فالحمد لله على كل حال بقى، يعني اللهم لك الحمد طبعا. عرفوني بقى انتوا استعدتوا حياتكم، وربنا معايا مع كل الطلاب اللي بيمتحنوا سواء ثانويه عامه اعدادي ابتدائي كليه. ربنا معاكم يا رب، ربنا يوفقكم وييسر لكم الامور يا رب، ويجعل تعبكم ثمره نجاحكم ان شاء الله بامر الله تعالى. نصيحه مني للطلاب الثانويه العامه، بصوا علشان خاطر تجيبوا مجموع عالي. هقول لكم بقى انا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طبعا فضل ونعمه كان وقتها من عند ربنا، وما زال فضل ونعمه من عند ربنا. انا عملت خطه علشان خاطر اجيب 92%. ايه هي خطتك يا اسراء؟ اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، ديمها علينا نعمه يا رب. كنت بعمل ايه؟ لان انا تانية كنت بصراحة الموضوع كان صعب، لاني كنت علمي بقى وعارفين انتوا الجو ده. تالتة بقى طبعا حولت وكده، انا عايزة مجموع عشان ادخل كلية محترمة حلوة الكلام ده. فبصراحة كنت اول حاجة ما تعرفوش حد ابدا على دراستكم، انتوا بتدرسوا، انتوا بتسهروا، انتوا بتذاكروا، انتوا الموضوع ده اكتر حاجة بتتنظر، اقسم بالله عن تجربة. اكتر حاجة بتتنظر هي المذاكرة للطلاب. آه،
كان طبعا اتصبت منها مرة، فقررت ان انا محدش يعرف عني حاجة في موضوع المذاكرة. خلوا دايما مذاكرتكم بينكم وبين نفسكم، اللي يسألكم الحمد لله وخلاص. ما تدخلوش في تفاصيل، ده انا بسهر مثلا طول الليل مش عارف ايه، لا. ما حدش ليه علاقة. انا واحدة من الناس اللي كان يسألني الحمد لله وخلاص، يعني فاهمين قصدي. كنت طبعا طول النهار في دروس مش عارف ايه الكلام ده كله، فكنت بسهر طول الليل. انا عايزه اقول لكم كان ممكن طول اليوم، انا كنت بطبق بال 24 ساعه، فكان ممكن طول اليوم خلال ال 24 ساعه ديت انام تقريبا ممكن 3 ساعات. كنت بنام من 10 او 11 لغايه واحده بالليل. ليه؟ يكون كل اللي في البيت نام خلاص، ابدا بقى ان انا اصحى واعيش حياتي ان انا ابدا اذاكر. فدي رقم واحد. رقم اتنين طبعا هي مش رقم اتنين، هي رقم واحد ورقم 100 ورقم مليون. كنت مواظبة دايما على قراءة سورة الكهف كل جمعة. قراءة سورة الكهف كل جمعة بتنير ما بين الجمعتين، وبتيسر لك أمورك. ودايما شغلي جنبك قرآن أو شغل جنبك قرآن. أنا كنت ما بعرفش أذاكر غير لما يكون جنبي في الراديو شغال أو مشغلة قرآن. الموضوع ده بيسر الأمور جدا، والله العظيم سحر 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 سحر. فدي برضو حاجة من الحاجات. تالت حاجة، انتي دايما او انت خليكي دايما قافلة باب اوضتك عليكي في مكان مفهوش سرير عشان تعرفي تركزي. اشربي قهوة، حاولي تشربي نسكافيه قهوة، بس النسكافيه دلوقتي مبقاش يسهر. فاشربي سكالانس. السكالانس هو قهوة على شاي، ده بقى يخليكي سهرانة 48 ساعة. ما عارفين اللي هو بينبه جدا يعني. فانا كنت واحده من الناس بشربه بصراحه علشان خاطر اكون منتبهه واقدر ان انا اذاكر واجمع معلومات. كنت دايما اعمل ملخصات لنفسي، ما كنتش اعتمد على الكتاب او المذكره، لا كنت انا اعمل لنفسي المذكرات، اعمل لنفسي الاسئله واجاوب عليها، وعامله كذا كراسه لكل ماده، والسؤال ب100 شكل وب100 لون وب100 معنى، علشان طبعا انا مش متوقعه الامتحان هيجي ازاي. فبكتب كل سؤال ممكن يجي ازاي، بطريقه ازاي يجي في سؤال كذا، علل بما يفسر إيه اي حاجه. فالمهم انك تكتبي السؤال ب100 صيغه و100 طريقه، وتبداي انك تذاكري منها. تمام، ما تعتمديش بس على المذكرات او ما تعتمدش بس على المذكرات. خليكي دايما ذاكري بالليل في الهدوء. الدنيا تبقى هاديه فتقدري تستوعبي اكتر. ما تصاحبيش ناس بتديكي طاقه سلبيه في ان هو انا مش عارفه اذاكر، انا مش عارفه اذاكر. دي تعرفي ان هي دحاها طول الليل ومقضياها مذاكره. فالناس ديت وحشه في كده، ان هي تديكي طاقه سلبيه وهي بالنسبه لها عايشه حياتها في المذاكره، وتبص تلاقيها جايبه ما شاء الله، يعني ربنا ييسرها الامور والكل يجيب مجاميع جميله يا رب، ما نسمعش عنكم غير كل خير. فالنقطه دي برضو حطيها حلقه في ودينك، ان انت اي حد يديكي طاقه سلبيه ما تسمعيلوش، وحاولي تبعدي عنها. اسمعي دايما للي بيديكي طاقه ايجابيه، اللي تقول لك لا ذاكري يلا نذاكر مع بعض، طب انا هرن عليكي، تشجعوا بعض دايما. فديت انا بقول لكم النصايح اللي انا مشيت بيها، اللهم لك الحمد، ربنا وفقني بيها، اللهم لك الحمد، فضل ونعمه من ربنا يا رب، اللهم لك الحمد ديمها عليا نعمه. كنت ماشيه بيها. كنت اسهر طول الليل وطول النهار في المركز، انام 3 ساعات مش مهم، بس عوضتها بقى في الاجازه كنت بنام 24 ساعه. فنصيحه مني ليكم كده. الفيديو معلش ما عرفتش اصور اللوك الاخير للاكل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، وما تنسوش اللايك والاشتراك.